السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين بتكونوا بخير؟ قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعمل لايك واشتراك عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة في اسرع وقت. ورمضان كريم علينا وعليكم. وفيديو النهاردة بقى معنا مراجعة انمي طوكيو غول، فمن غير ما نطول فلنبدأ. طوكيو غول انمي مستوحى من مانجا ليها نفس الاسم اللي هو طوكيو غول برضو، وتأليف ورسم انيشيدا. ونوع الانمي اكشن وخيال ورعب ونفسي، والانمي مكون من 4 مواسم. نزل منه الموسم الاول 2014 ومكون من 12 حلقة، والموسم الثاني نزل 2015 ومكون برضو من 12 حلقة، والموسم الثالث نزل 2018 ومكون من 12 حلقة، والموسم الرابع نزل برضو 2018 بس مكون من 24 حلقة، ومدة الحلقة حوالي 24 دقيقة. أول شخصية معانا هو كانيكي كون، وهو بطل القصة الأساسي، واللي كان طالب جامعي متحول لنص غول ونص إنسان، وبيعاني من تناقض في حياته البشرية وكغول، وكان بيسعى طبعا عشان ياخد القوة علشان تحميه وكده يعني. وتقييم الشخصية بالنسبة لي هو 9/10. وتاني شخصية معانا هي توكا كيريشيما، كانت غولة شغالة نادلة في كافيه أنتيك اللي كان ملجأ للغيلان المسالمين، وكانت بتساعد كانيكي عشان يتأقلم مع حياته الجديدة وكده. وتقييم الشخصية برضو بالنسبة لي هو 8/10. والشخصية بعد كده معانا هو نيشيو نيشيكي، وكان غول بيدرس في نفس الجامعة مع كانيكي، وكان صاحب الطفولة لتوكا، ويبان عليه شخص متهور ومتعجرف يعني متكبر يعني، بس هو طبعا بيهتم باللي يحبه وكده. وتقييمي للشخصية هو 8/10. ورابع شخصية معانا هي ريزي، الغولة اللي هجمت على كانيكي وسببت ان هو يتحول لنص غول، وكانت بتظهر في هلوسة كانيكي كجزء من شخصيته الجديدة اللي هي شخصية الغول. وتقييم الشخصية هو 8/10. وخامس شخصية معانا هو ياشيمورا، كان صاحب الكافيه، وهو غول قوي جدا وحكيم، وبيعتبر نفسه ابو الغيلان اللي شغالين معاه، وبيحاول يلاقي سلام ما بين البشر والغيلان. وانا بقيم الشخصية دي 8.5/10، يعني 9/10. وسادس شخصية معانا والأخيرة هي هينامي فيوتشي، وكانت غولة صغيرة يتيمة بيتبناها توكا ويوشيمورا، وكانت عندها قدرة نادرة كانت واخداها من أبوها وأمها، ومش عايز أحرق عليكم طبعا. وتقييم الشخصية هي 8/10. وبتتكلم قصة الأنمي عن طالب جامعي اسمه كانيكي بيطلع حي من حادث مميت جدا. وكان معاه بنت اسمها ريزي، وكان خارج معاه في ديت وكده، وبنعرف بعد كده انها من الغيلان. وبعد كده بينتقل كانيكي للمستشفى، وبعد فترة بيتعافى، وبيكتشف انه عمل عملية جراحية حولته لنص غول. وده حصل لما نقلوا بعض اعضاء ريزي ليه قبل ما ريزي تموت طبعا. وزي باقي الغيلان لازم ياكل لحم بشر عشان يكون حي. ما كانش لاقي حد يساعده لحد ما ساعدته مجموعة من الغيلان سرية عندهم قهوة كده على الضيق، وبدأوا يعلموه ازاي يتأقلم مع الوضع الجديد باعتباره نص بشري ونص غول. ومميزات الانمي ان القصة معقدة وبتتكلم عن حاجات كتير، منها الهوية الانسانية والعنف والانتقام والتضحية، ده غير الشخصيات الكتير المتنوعة والمتطورة، وعندها شخصية مستقلة وخاصة واللي بتتغير مع مرور الوقت والاحداث في الانمي. وطبعا الرسم اللي بيعمل الاجواء المظلمة والغموض والاثارة والحاجة يعني جامدة بفتكر. وعيوب الانمي بقى طبعا بالنسبة لي ان هو مختلف اختلاف كبير جدا عن المانجا، بسبب ان هم شالوا تفاصيل واحداث كتير جدا مهمة. وطبعا ما ننساش برضو ان ده هيخلي سرعة الاحداث والانتقالات اللي بيخليك ما عندكش وقت اصلا عشان تفهم القصة او تتأثر بيها. وكمان نقص الشرح اللي كان موجود، يعني الانمي سايب حاجات كتير مش مفهومة، وافهم انت بقى مع نفسك فاهم. يعني مثلا مفهوم الCCG ده اللي هو ايه، انا لحد دلوقتي ما اعرفش، ولا يعني افهموا من نفسكم يا جدعان. وجت الفقرة المنتظرة اللي أنا بستناها بصراحة كل حلقة، وهي تقييمي للأنمي. أنا بصراحة شايف إن الأنمي مش وحش، فشايف إن هو يعني جامد جدا ومليان حماس وحرفيا عظمة، فأحب أديله تقييم مثلا 8/10.
وبس كده يكون خلاص فيديو النهارده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديده، وزي ما قلت لكم الفيديو اللي فات ان محتوى رمضان هيبقى غير ويبقى في حته تانية خالص. وان شاء الله الفيديو الجاي زي ما بوعدكم دلوقتي تاني ان المحتوى هيتطور جدا وخير ان شاء الله. واشوفكم الفيديو الجاي وسلام. 神羅転生